إذن ننطلق إلى الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، هنا على أرضية ميدان الفريق لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، محدثكم سالم العامري، معلقا وواصفا لهذا الشوط. تمنياتنا للجميع بالتوفيق ضمن ختام الاتحاد لسباقات الهجنة العربية الأصيلة الذي هنا يقام على أرضية هذا الميدان، والتنافس من شتى ميادين السلطنة بشعاراتهم القادمة وبنوعيات هجنهم المميزة. هنا من أجل طموحي، من أجل انتزاعي أيضا أحد أشواطنا الغالية في هذه الأشواط، هنا على عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة عمان الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير. نسير وياكم في الشوط 11 خصص لفئة الإبكار الحقائق، والأربعة كيلومترات هي مسافتنا المقررة هنا من قبل هذا الاتحاد الجميل الذي يدعم موروثنا، موروث الآباء والأجداد، اهتمام رائع من أيضا هذه الرياضة ودعمها. السير إلى مقدمة الشوط لكشف الأسماء المشاركة والباحثة على الانتصار في هذا الشوط. المقدمة والبداية حدث عبد الله بن مصبح بن عيسى الرشيدي في المقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر الظبي محمد بن سعيد بن سليم الدرعي القادم في هذه اللحظات. والمركز الثالث، ثالث المراكز والقادم هنا مع المركز الثالث ملايين سالم بن مسعود بن حمد الدويكي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع أيضا سمحة أحمود بن حمد بن حمدان الوهيبي القادم في هذه اللحظات، والاسم التراثي العملاق المشارك وبقيادة المهندس. المركز الخامس هنا المسك أحمد بن محمد بن حمد الإنيبي القادم مع المسك الإنيبي على المركز الخامس. والمركز السادس الوصول على سادس المراكز هناك مع المراكز المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات والقادمة من الأسماء مذيار فاهم بن حمد بن سليم القحافي القادم على المركز السادس. والمركز السابع بشعار صالح بن سالم بن مناخر الوهيبي على سادس المراكز أو سابع المراكز. ثامن المراكز الوصول والتقدم من الأسماء القادمة منصورة عبد الله بن هدوب بن سعيد العمري على المركز السابع. والمركز الثامن أيضا الصايل سعيد بن عامر بن سالم المغيري عاشر المراكز. وآخر النداء مع سمحة عبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي. هذا ندائنا الأول للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. هلموا نحو المركز الأول يا أخواني، حركوا حركوا حركوا. هذا الناموس غير والمادة الزعفران غير، هنا ترصد للمادة التراثية الذي يفتخر بها أيضا مالك هذا الهجن والحاصل على أرضية هذا الميدان بالناموس والانتصار. لكن المهندس خطير غير مع سمحة في المركز الأول، انطلق سريعا من المراكز الخلفية إلى المركز الأول يبحث عن الانتصار والناموس في هذا الشوط الجميل وبقيادة سمحة. أيضا من ينطلق في هذه اللحظات حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي أحد خبراء عالم التضمير متواجد بهذه النوعية. لكن يا سلام الإنيبي من غير مع المركز الأول مع المسك. المسك يا أخواني، حذاريكم من المسك اللي انطلقت مع أحمد بن محمد بن حمد الإنيبي. لكن الهاشمي من واقع شعاره من الجانب الآخر اللي تدخل من الجانب الآخر هناك مع المراكز الخلفية. يا سلام، الله 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 يا هذا الرقص الجميل. بدأوا هنا يتحركون مع مذيار فاهم بن حمد بن سليم اليحافي. يا فاهم حرك يبهي له فهامة هذا الشوط وتكتيك. لكن القادم، شوف القادم والمنطلق هناك من القادم هجام سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي مع المركز الثالث أو الرابع المراكز
المراكز الخلفية قادمة بشعار ابو الخطاب القادم، لكن اعود مع الينيبي مع المسك والامتار الاخير والكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير. حركوا يبى الناموس، اللي يبى الشاذر واللي يبى الزعفران واللي يبى الفقر والناموس في هذا الشوط يروح مع الينيبي، ولكن بن مبارك بن حليس القادم في هذه اللحظات على المرتبة الثانية. ياهو تحدي في الامتار الاخيره وال800 متر الاخيره وال800 متر المجنونه. يا سلام، هنا وصول السبوق في الامتار الاخيره، هنا في الامتار المجنونه، امتار الحسم مع المسك. ما زال الينيبي مع الصداره والوهيبي من الجانب الاخر، والوهيبي الينيبي الوهيبي، لكن الينيبي مع المسك ما زال صامد، ولكن الينيبي الوهيبي الوهيبي، لكن المسك مع المركز الاول، المسك مع الصداره ومع القياده. احمد بن محمد بن حمد الينيبي منتزع الناموس هذا الشوط، ايضا مع المراكز الاولى والمراكز المتقدمه. تهانينا والناموس، لكن القادمون الينيبي يا راعي المسك الواصله خطيره حامله رقم 11. هنا الشواهين عامر بن سعيد بن سالم العمري في الامتار الاخيره، العمري حسمها، وصلت العمري، راح العمري مع الناموس مع الانتصار، لكن المسك ما زالت صامده. العمري راح في الامتار الاخيره في الامتار المجنونه. سلام يا العمري، سلام. شواهين عامر بن سعيد بن سالم العمري، تهانينا والناموس على هذا الابداع الجميل والابداع المميز. المسك على المركز الثاني احمد بن محمد بن حمد الينيبي، والمركز الثالث حاملة رقم 49 لهب سالم بن محمد بن سالم المالكي. تهانينا والناموس لمالكي ايضا شواهين عامر بن سعيد بن سالم العمري، مفاجأته في الامتار الاخيره. هذه النوعيه الجميله والنوعيه المميزه.